السلام عليكم أصدقائي ومتابعيني. لست موجودا. آه قد نتطرق في هذا الموضوع أو في هذا العنوان. ليس ضروريا أن تكون موجودا، حتى ولو كنت تحمل النية الطيبة. قد يحملها سواد الشعب، النية الطيبة. ليست ضروري أن تكون في هذا الظرف أو في هذا الزمن الذي التي تدفعك جياشة عاطفة أو الصدق أو الصدق. ولكن هذه أن تكون موجودا في هذا الظرف قد يؤدي إلى مجال غير مستحسنا، كما كان في 2011 عندما أحرق التونسي نفسه. تدافعت تلك الشعوب العربية إلى فوضى وإلى تقليد وإلى الدعوة إلى مبادئ ليست ضرورية أن تكون موجودا في ذلك الظرف، لأنها تزعزع أمن الشعوب والاستقرار في كل مجالاتها في ذلك التوقيت وفي ذلك الهبة، لما كان لها من نسف كل المقومات وكل القيم وكل القوانين وكل ما ترتب أو بني عليه سنين لتلك الشعوب. لابد أن تعالج علاجا لهذا الوطن، علاجا يخدمها ويضمد قرعها ويعالج ذلك الخلل وذلك الفساد وذلك التقصير وذلك أي شيء كان قد ثقب في ذلك الهرم الوطني أو في المجد الوطني أو مسيرة هذا الشعب. لكن علينا أن يستحسن أن يتريث وأن تستخدم هذه الكلمة أنك لست موجودا. ستعود وستكون موجودا في الوقت المناسب بإرادة الله سبحانه وتعالى. لذلك نخشى أن نكون دائما أن تكون الشعوب في نفس هذا المجال أو نفس هذا النهج الذي لم نستطع أن نعالج ذلك الهبة وذلك الانتكاس، وقد حملنا على عبء ثقيل ثقلت عليه أنفسنا وثقل عليه الوطن، وأصبح عبء على عقود كثيرة. لا نستطيع أن يلتئم، لا نستطيع أن نقدم تلك الأهداف التي كانت قد التأبت وتحققت وتمعن لها فيها الشرفاء وبنوا ذلك الثقة وذلك الأمجاد وذلك السنين بعطاء كانت موفقة من الله سبحانه وتعالى حتى ما وصلنا إليه. واليوم ننظر ونتأمل ولا نستطيع أن نسد ذلك الشرخ بسبب ذلك الانتكاس.